السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وحالته كويس في امتحان الجيولوجيا. كان تقييمي للامتحان وتقييم الناس اللي طلعت قالت ان هو ما بين السهل وما بين المتوسط. حليت بقى كويس او ما حليتش قول خلاص الحمد لله، خلاص الامتحان الجيولوجيا عدى. نركز في اللي جاي، فاضل امتحان الاحياء المحطة الاخيرة بالنسبة لك، لازم تركز فيها علشان تختم السنة كويس. ويلا يا صديقي اعمل لايك للفيديو وما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك عشان تاخد ثوابه ويمكن ربنا يكرمك بسبب ان انت فدت حد. بص يا صديقي، انت معاك في الاحياء كنز حرفيا. في الايام اللي قبليها انت معاك 7 ايام او 6 ايام ونص، دولت ايام ممكن تلم فيها الاحياء مرتين حرفيا وتحل عليهم كمان. فانت كده معاك النهارده اللي هو يوم الاربعاء اللي انت رجعت فيه في الامتحان ده، قدامك فيه اختيارين. يا اما واحد انت كنت اصلا مخلص احياء بس الفتره اللي فاتت دي بس ما ذاكرتهاش، خلاص ممكن تاخد النهارده اجازه. في ناس بقى تقول لي انا اصلا ما ذاكرتش الدي ان ايه ولا الار ان ايه وما فتحتهمش اصلا، وفي اجزاء كتير جدا واقعه مني، اعمل ايه؟ خلاص النهارده هتبدا في الدي ان ايه والار ان ايه، هتبدا تذاكرهم. تمسك الدي ان ايه والار ان ايه كاملين تذاكرهم النهارده، مثلا تبدا من الساعه 5 لحد ما تنام بالليل وتصحى تاني يوم الصبح بدري وتحاول تظبط نومك زي ما قلت لك. طبعا يا دكتور اصلا كنت مذاكر، بس المشكله بس ان انا نسيت الحاجه دلوقتي. خلاص خد النهارده بريك، انا عارف ان انت مش هتاخده بريك، انا لو مكانك انا ما كنتش هاخده بريك، هقعد احل، اقعد ابص على حاجات، اقعد اسمع حصص، حاجات نزلت، الحاجات دي. بس زي ما بقول لك انت قدامك ان انت تاخد النهارده بريك لو انت عايز، لو مش عايز ممكن تراجع الحاجات اللي كانت واقعه منك، الحاجات دي لان انت جدولك الاساسي هيبدا من بكره. طب هعمل ايه من اول بكره؟ بكره الخميس هتبدا ان انت هتجيب المنهج كامل كله على بعضه مره واحده، هتسمع فيديو، هتراجع بقى من الكتاب، هتسمع من ملخصاتك، هتقرا الملخصات بتاعتك، هتشوف المدرس بتاعك منزل حاجه ممكن تسمعها للمنهج كامل. حاول تلم المنهج كامل اللي انت هتعدي عليه بسرعه كده بس في اول يوم. هتقولي طب انا في حاجات وانا بتفرج عليها ما فهمتهاش، خلاص الاجزاء دي ممكن تعديها لو انت نص نص، انما لو مش فاهمها خالص ممكن تركز فيها شويه. طب انا هعمل ايه بعد ما خلصت المنهج كامل؟ هحل. لا، اليوم ده بالذات هو اليوم الوحيد اللي انت مش هتحل فيه. طب ليه؟ لان انت اصلا في حاجات كتير جدا لسه واقعه منك، انت ما خلصتش مراجعه، هتبدا تحل على ايه؟ انت يا دوب بس فكرت نفسك بالمنهج لان الاحياء هي اخر ماده، ولا كتير جدا ما حلتش عليها ولا فكرت فيها ولا ذاكرتها. طب هبدأ بقى من يوم الجمعة. يوم الجمعة هتبدأ تاخد أول فصل مع المناعة، هتاخد الدعامة مع المناعة لأن دوت فصلين يعتبر إلى حد ما سهلين. هتحاول تاخدهم مع بعض وتحل عليهم، هتحاول تذاكرهم بطريقة إن أنت تركز على الرسومات، لازم تركز على الرسومات وتكون فاهمها كويس قوي. حاول ترسم الرسومات بإيدك. أكيد المدرسين اللي أنت بتتابع معاهم هتلاقي إن هم منزلين حاجات ليهم، حاول تسمعها. في مدرسين أنا كنت بتابعها لو أنتوا عايزينهم، انا كنت بتابع مستر محمد الجوهري، مستر محمد ايمن، مستر هوبه، دي المدرسين اللي انا كنت بتابعها على اليوتيوب وكانت ممتازه جدا. طب انا دلوقتي خلصت خلاص، سمعت الفيديو بتاع الباب الاول وبتاع الباب بتاع المناعه، اعمل ايه؟ هتقعد بقى تحل عليهم، تحل حرفيا تفصصهم كل جزء وتحاول تربطهم ببعض. مش هتسيب اي سؤال فيهم ما تحلوش، مش بقول لك تحل شوامل، هتحل الاسئله الجزئيه، هتحل مثلا على الباب الاول، هتجيب كل الاسئله اللي انت ما كنتش عارف تحلها، كل الاسئله اللي انت كنت وقعت فيها قبل كده، كل الاسئله اللي انت غلطت فيها وحليتها صح بعد كده، هتقعد تحل كل حاجه حرفيا على الباب ده. لان انت البابين هما مش كبار، مش هياخدوا منك وقت كبير، فانت تحاول تعوض الوقت دوت لان انت معاك اليوم كامل، فانت اليوم كامل هتسمع البابين وتحل عليهم. خلصنا بقى يوم الجمعه، هنخش على يوم السبت. يوم السبت هتاخد الباب بتاع التكاثر والباب بتاع الهرمونات. باب التكاثر مهم جدا ان انت تربطه مع الهرمونات، وان انت تربطه مع فتره الحمل والدوره، وكل الحاجات ديت لازم تربطها كويس لان هو بيركز ان هو يربط لك الاسئله ببعض. فانت لو ربطتهم مع بعض هتضمن اسئله التكاثر واسئله الهرمونات. فانت حاول تذاكرهم كويس، والجزء اللي ليه علاقه في الحته التانيه ذاكرهم مع بعض، وكده انت هتضمن درجات التكاثر، لان التكاثر بيبقى عدد اسئله كبير في الامتحان، فانت حاول تركز عليه كويس لان هو يعتبر من اهم الحاجات في الامتحان. طب انا دلوقتي خلاص خلصت التكاثر وخلصت الهرمونات، وفي حاجات مش فاهمها، الحاجات اللي انت مش فاهمها هتقعد تحاول فيها، ما فهمتهاش هتشوف مدرس بيشرحها، ما فهمتهاش تاني هتقعد تقرا فيها في الكتاب تحاول تلخصها. المهم ان انت تخلص البابين. خلاص انا مش هفتح البابين دول تاني، انا خلاص ممكن امتحن فيهم دلوقتي. هتقعد بقى تحل لحد ما تنام، هتقعد تحل على التكاثر وعلى الهرمونات والاسئله اللي بتربطهم ببعض، حاول تجيب اسئله اصلا بتربط ما بين التكاثر والهرمونات، وهتلاقي في الكتب وهتلاقي المدرسين منزله وحاجات كتير جدا هتلاقيها. فانت حاول تربط ده بده، لان هو بيركز في الامتحان ان هو يربط لك التكاثر بالهرمونات بالذات، دولت اكتر بابين بيتربطوا ببعض. فانت حاول تركز عليهم وتحاول تربط الاسئله بتاعتهم وتحل كتير. انا بقول لك انت خلاص اليوم ده اكنك رايح تمتحن بكره، انت مش هتفتح البابين دولت تاني. كده يبقى فاضل لك الدي ان ايه والار ان ايه، دولت انا سبتهم للاخر عشان تفضل فاكرهم ويكونوا اقرب للامتحان. يعني انا رتبت لك الايام، خليت التكاثر والهرمونات والدي ان ايه في الاخر عشان تفضل فاكرهم اكتر ويكونوا اقرب ليوم الامتحان. يوم الاحد بقى تمسك الدي ان ايه والار ان ايه حرفيا تفرمهم، خلاص بقى الامتحان بعد بكره. هتمسك الدي ان ايه دولت، لو انت حتى ما كنتش فتحتهم قبل كده انا قلت لك تفتحهم يوم الاربعاء، فانت لو ما كنتش فتحتهم تذاكرهم النهارده. لو انت ما تعرفش حاجه في الدي ان ايه والار ان ايه، تذاكر الدي ان ايه والار ان ايه يوم الاربعاء النهارده عشان تكون بتذاكرهم لتاني مره يوم الاحد، يبقى انت كده راجعتهم مرتين وده كافي بالنسبه لهم. هتقعد بقى يوم الاحد دوت هتجيبهم حرفيا كل حاجه، وزي ما قلت في مدرسين كتير جدا هتنزل. وانا برضو بقول لكم لو حاجه وقفت معاكم في الشرح او حته مش فاهمينها ممكن تبعتها لي على الانستجرام او التليجرام، وانا احاول ان شاء الله افهمها لكم. انا كنت بفكر اعمل لكم مراجعه على الاحياء كامله،
بس الفكره ان انا مش مؤهل لده دلوقتي، ان انا ما ينفعش اخش بسني دوت وان انا لسه معلوماتي صغيره. انا عارف المنهج بتاعكم، بس ما ينفعش ان انا اشرح لكم وانا لسه سني قريب منكم اصلا. ممكن السنه الجايه اكون اكتر خبره، بس انا دلوقتي ما عنديش الخبره الكافيه ان انا اشرح لكم. بس لو في جزء انت مش فاهمه او اي حاجه ممكن تبعته لي وانا اشرحه لك واحاول افهمه لك ان شاء الله. طب انا كده فاضل لي يوم، اليوم ده اللي هو يوم الاثنين. هتمسك بقى يوم الاثنين دوت الشوامل بتاعت الاحياء. في ميزه ان هي بتتحل اسرع، لو انت حليت منها كتير هتلاقي نفسك ان انت بتنجز وبقيت تتقدم ان انت تحل اسرع كل امتحان عن التاني. فانت هتلاقي نفسك انت اول امتحان مثلا حليته في ساعتين، تاني امتحان هتحله في ساعه ونص، هتوصل ان انت تحل الامتحان في ساعه الا ربع. فانت هتلاقي نفسك تقدم وهتحل كتير في اليوم. فيوم الاثنين ده هتحل لك باقل حاجه 10 امتحانات شوامل. وانا كنت قايل في الاول ان انت تسيب للاحياء بالذات امتحانات شوامل ما تحلهاش عشان تحلها في ليالي الامتحانات. طب انا دلوقتي وصلت اليوم الاثنين وفي اجزاء برضو وقع مني. الاجزاء اللي وقع منك انا قلت لك لو في حاجه انت مش فاهمها ممكن تبعتها لي وانا اشرحها لك، وهتلاقي مدرسين كتير جدا شارحين برضو ممكن تسمع لهم. طب انا خلاص انا مخلص المنهج، بس ناقص لي ان انا مش بعرف احل. هتقعد تحل طول اليوم. حليت اول شامل نقصت فيه 20 درجه، مش مهم، حل الشامل اللي بعده هتلاقي نفسك نقصت 18، وهكذا لحد اخر اليوم هتلاقي نفسك بتنقص درجه درجتين، وممكن تقفل الامتحان كمان. ما تخليش ان انت اول شامل تحله ان انا ايه ده انا مش هعرف احل ده انا الامتحان بكره، لا عادي. لان انت بقالك كتير ما حلتش احياء، والشوامل بيبقى فيها تربيط، فانت مش متعود على الجزئيه دي. انما ان انت تحل كتير هيخليك تتعود، ما تقعدش من اول شامل تقول انا نقصت كتير يبقى كده خلاص انا هنقص بكره. لا مش شرط، انت ممكن اصلا بكره يكون الاسهل من الشامل اللي انت حليته. ممكن تكون انت بس كنت مش مركز في السؤال ده وانت بتحله في الامتحان هتبقى مركز. فما تربطش ان الدرجه بتاعتك في اول شامل بدرجه الامتحان ولا حتى اخر شامل، بس المهم ان انت اول شامل انا عارف ان انت هتنقص فيه، فانت ما تخلوش يحبطك. وزي ما قلت لكم اي مشكله تقابلكم ممكن تبعتها لي على التليجرام او الانستجرام، وان شاء الله هحاول افهمها لك واشرحها لك كويس. وما تقلقوش ابعتوا لي في اي وقت، وانا اول ما اشوف المسج هرد عليها. وبالذات في الاحياء، انا في المواد اللي فاتت كان في ناس بتبعت لي برضو اسئله، كان في اسئله بعرف احلها واشرحها لهم، وفي اسئله برضو ما بقدرش لان ده مش تخصص بالنسبه لي. انما في الاحياء انا خلاص درست المنهج بتاعكم، فاي حاجه ان شاء الله هحاول اشرحها لكم. الفيديو ده مش اخر فيديو بالنسبه لكم، فمش هقول لكم الوداع لان احنا لسه هنسمع فيديوهات كتير وهنزل لكم فيديوهات وهتابع معاكم، ما تقلقوش. لسه هتابع معاكم الكليات والتقديمات وحاجات كتير جدا ويوم النتيجه وحاجات ياما. فانا لسه مكمل معاكم ومش هقول لكم الوداع. وبرده للدفعه الجديده انا لسه هبدا بقى معاكم، استنوا الفيديوهات الجديده، انا بجهز لكم حاجات كويسه جدا وبجهز لكم حاجات ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو فاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو انت لسه ما عملتش لايك، وتبعت الفيديو لصاحبك زي ما قلت عشان تاخد ثوابه، وممكن يكون ربنا هيكرمك بسبب ان انت فدت حد. فما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وتتابع الفتره اللي جايه بالذات عشان الكليات والتقديمات والحاجات دي هركز فيها ان شاء الله تحلوا في امتحان الاحياء كويس جدا وتطلعوا كلكم فرحانين ومجبورين الخاطر. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي.